السلام عليكم، ازيكم دفعة 2026 ثانوية عامة. قبل ما نبدأ الفيديو، في قناة تليجرام في الوصف، ما تنسوش تنضموا فيها. لو حد حابب يسأل حاجة في قناة مناقشة فيها، استفسر براحتك. النهارده هنتكلم ليه ما تاخدش أحياء مع مستر أحمد الجوهري ولا مستر محمد أيمن، أو دكتور أحمد الجوهري ودكتور محمد أيمن. أول حاجة، الاتنين خريجين كلية طب بشري أو في كلية طب بشري، والاتنين شرحهم كويس، انا اتفق معاك. لو انت هتعتمد على الشرح بس عليهم فخد معاهم، امال على التطبيق ما تاخدش معاهم. هتقول لي ليه؟ اقول لك الاتنين خريجين كليه طبيه، كليه طب بشري، بس ما بيعملوش بيها في ثانويه عامه، مع ان الامتحان بقاله 4 5 سنين، اللي هو امتحانات النظام الجديد، كلها بتيجي من كليات الطبيه. يعني السنه اللي فاتت جه سؤال من صيدله، والسنه دي سؤالين من طب بشري، وسؤال من كذا وكذا، اول سنه سؤال من طب بشري والحاجات دي. فانت ليه اللي انت خدته في طب بشري ضيفه على بتاع ثانويه عامه؟ الجزء اللي ممكن تضيفه من طب بشري على ثانويه عامه ضيفه، وفي الاخر بيطلع هو الصح. يعني سؤال الفقرات عندنا طلع طب بشري اللي صح، سؤال العظام بتاع السنه دي طلع طب بشري اللي صح، السؤال بتاع 2021 طلع طب بشري هو صح. الاسئله اجابات طب بشري هي بتبقى صح، وانت خريج طب بشري ضيف الاسئله عشان تعرف تطبق ما انت بتشرح. والاسئله بتاعت الكتاب بتاعته سهله، يعني لو واحد يعتمد عليه مش هيجيب حاجه. يعني مثلا انا واحد جاي 51 في الاحياء، لو كنت جبت 59 او كده في الاحياء كنت هطلع اول على الجمهوريه. هتقول لي ده توفيق من عند ربنا، وهتقول لي ده كده، هقول لك ماشي. هتقول لي وغيرك جايب 60 بياخد مع الجوهري، هقول لك غيري ده ما اكيد ما اعتمدش اعتماد كلي، او اعتمدش على الكتاب بتاعه اعتماد اساسي، او افكار الاسئله بتاعته افكار اساسيه. انا كنت باخد مع الجوهري مقفل اول امتحان من امتحان الدعامه، وخدت الاشتراك السنوي، ومقفل امتحان الهرمونات وخدت كتاب التكاثر مع المج، ومقفل التكاثر وخدت اشتراك المناعه، وقفلت المناعه وخدت 200 جنيه ساعتها، وقفلت اللي هو بتاع الكامل ده ومعرفش خدنا 200 ولا 400 جنيه. ومستر محمد ايمن برضه الامتحان اللي كان منزله 100 سؤال كنت جاي فيه 96 وطلع التالت. فعلى اسئلته اجاوب. هتقول لي طب توفيق من عند ربنا، اقول لك ماشي، بس انا المدرسين التانيين اعتمدت عليهم وجبت 60. يعني مثلا الفيزياء جايب 60 كنت باخد مع مستر عبد المعبود، الكيمياء جبت 60 كنت باخد مع مستر عبد الجواد، كنت بعتمد على الاسئله بتاعتهم، كنت بقفل هنا واقفل هنا، بس الاسئله بتاعتهم هي بتيجي اخر السنه. تمام. مستر عبد الحميد حامد برضه الاسئله بتاعته. مستر محمد صلاح في العربي الافكار كانت بتيجي. امال الاحياء، هو في الاول وفي الاخر هو الناحيه كلها رايحه مع مستر محمد ايمن والجوهري. هو شرحه جميل وبيفصلك في الشرح، يعني بيخليك متواصل معاه في الشرح وكل حاجه، بس ده عيب التطبيق ده. اهم حاجه في ثانويه عامه هو بيطبقهوش، هو بيعملوش، فده عيب عنده، فلازم يصلحه. عشان كده مين بقى اللي بيعمل كده؟ انا شايف مصطفى احمد رضوان. يعني بعد امتحان 2024، يعني الشرح بتاعه جاي منه 4 5 اسئله، هو جابها من الكتاب بتاعه. السنه دي انا سمعته، يعني انا في اولى طب بس سمعته جه من عنده 3 4 اسئله في الامتحان. مستر زغلول صاحب كتاب التميز جه برضه من عنده 3 4 اسئله، وبالذات في التكاثر في النباتات الزهريه. فالافكار هي بتيجي من التطبيق من الكليات الطبيه. هتقول لي طب ماشي، بس احمد الجوهري او محمد ايمن يعني هم بيعتمدوا على الوزاره، طب بس برضه ساعد من الحاجات اللي انت هتاخدها في طب، هتساعد وهتيجي. دي بالنسبه لنا. يعني هل انا ندمان ان خدت مع احمد الجوهري؟ اكيد ندمان، بس هو ده نصيب وقدر لكل واحد. لو هتاخد مع مستر احمد الجوهري او مستر محمد ايمن هتحتاج تشتغل على نفسك كتير. هتقول لي تشتغل على نفسك ازاي؟ هتحتاج مثلا تسال تيم الماده العلميه عند مستر احمد الجوهري، الصراحه يعني مش احسن حاجه. كنا بنبعت لهم اسئله لازم بيعرفوا المصدر. طب هتعرف المصدر تستفاد ايه؟ ما تجاوب. لو سؤال مكتوب ما ينفعش، هما كانوا ساعات بيجاوبوا ساعات لا. التفسير ما تدخلش الدماغ. يعني ممكن ما اعرفش هما بيشغلوا كليات ايه، مش عارف، بس ده تجربتي انا 2024. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. وانا من رايي يعني جرب. مستر احمد رضوان منزل شهر مجانا على اليوتيوب، ولا ده اعلان له ولا اي حاجه. جربه مش هتندم اي حاجه. ولو انت مشترك مع مستر احمد الجوهري كمل معاه. هو مستر احمد رضوان منزل لك شهر مجاني، وشوف مين اللي احسن بمزاجك. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. اسيبكم، اروح اصلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.